من بعد الكارثة اللي حلت على الشعب السوري وعلى الشعب التركي، طلع خبر انه ميسي حب يتبرع بقيمة 3 مليون ونص دولار لهذا الشعب. طلعت اخبار من بعدها نفت هالموضوع، قالت انه والله هذا الشيء اشاعة، في عالم صدقت في عالم ما صدقت. انا قعدت بنزل على حسابي الخاص لما يكون في اخبار جديدة بنزل عندي، بس هذا الشيء ما نزلته لانه ما كان موثوق 100%. هلا من شوي طلع خبر انه ميسي نزل عنده هذا المنشور على حسابه الخاص وعم ينشد للوقوف حد الشعب التركي وحد الشعب السوري. هلا حتجي تقولوا لي والله يا بلال بدش كل هالقد، ما هو برشا والريال والفرق الكبير واللعيبه الكبار العالميه والمشاهير الباقيه برا سوريا برا تركيا، لشو والله عم بسط الدوله ميسي؟ لانه في كثير عالم كل ما تحكي عن ميسي بتقول لك انه انت عم تشجع او محب لهيدا اليهودي. ما بعرف هيدي الخطه عم تجيبوها من عندكم، مع انه ميسي بهيدي المواقف كان مع برشلونه وكان مضطر يروح لهونيك شغل بين برشلونه وبين الباقيين، ما دخل ميسي. وهيدي الصور اللي قدامكم في منهم صح وفي منهم فوتوشوب. هيدي الصور اللي قدامكم مزبوطه وقت راح مع نادي برشلونه لحتى يكون في شغل بين النادي وبين الفريق واضطر يروح يتصور معهم، بينما الصوره الثانيه اللي قدامكم فهيدي فوتوشوب 100%. حتى رونالدو لما كان قبل مع ريال مدريد ومع اليوفي كمان تصور ايضا مع هول يلي قدامكم. وهيدا المقطع عم ننشره قدام الكل بس لحتى وصل الفكره للعالم يلي اخذ الفكره غلط عن ليو ميسي. ولحتى تقتنعوا اكثر، ما في اي شخص بالعالم بيتابع الكيان الصهيوني يكون داعم له بيقوم بالاخر يدعم دوله اسلاميه مثل تركيا ومثل سوريا. بكفي هذا الشيء اللي نزله عنده، هذا المنشور لوحده حيعمل ضجه كبيره انه والله ميسي نزل هذا المنشور فالكل بده يفوت يدعم. طبعا نتمنى رونالدو يشارك هذا الشيء حتى لو هو دعم سوريا وتركيا على المخفي، بس لما حدا ينزل على حسابه الخاص هذا الشيء حيكون ايجابي اكثر للشعب السوري وللشعب التركي. جزاكم الله خيرا.